دايما أخسر. رونالدو شوف وش يقول بنزيما. شوفوا الاتحاد فريق كبير، وبصراحة احنا نلعب بدوري لحالنا. وش رأيك أيضا في الهلال والنصر؟ ذولا يصلحون يلعبون مباراة اعتزال مو ينافسونا. الهلال إذا ما عطوهم بلنتيات ما يقدرون يسجلون، والنصر حاطين كل أملهم على لاعب منتهي. والله استغرب إنهم لسه يشوفون أنفسهم فرق كبيرة. ونادي الأهلي؟ يحاولون، وبصراحة أشوفهم أحسن من الهلال والنصر، لكن الاتحاد دايم فوق الكل. احنا مو بس الأفضل، احنا السبب الوحيد اللي يخلي هالدوري فيه طعم وقيمة. الضعفاء؟ أنا ضعيف؟ هذا أكيد يمزح والله. رونالدو هدي شوي، ترى الموضوع عادي. كلام عادي. هذا بنزيما يقول إن الهلال والنصر مجرد أطفال يلعبون كرة قدم، وأنا أعظم لاعب في العالم. يقول عني لاعب منتهي. أحسن لهم يعتذرون عن هذا الفيديو قبل ما أسوي لهم مشكلة. واضح إنه بيبدأ حرب جديدة، الله يستر بس. الله يستر ويعديها على خير. وش ناوي تسوي في الإجازة؟ شوف يا سالم، أنت عارف إن المدرب معصب علي عشان مستواي بالفترة الأخيرة، عشان كذا راح أركز هالفترة على التمارين وأرجع أقوى بكثير. يا البليهي شوف مين هنا. وش يسوي ذا الهطف هون؟ ما يدري إننا ما نطيقه، ليه دايم يجي عندنا؟ تعال يا البليهي لا تسوي لنا مشكلة، لو جدي خيسوس درى عن السالفة بجلده. أقول لك يا رونالدو، لو أنت جاي تسوي مشاكل ارجع من وين جيت، هذا مش مكانك ولا فريقك، فاهم؟ لا، اليوم جاي عشان أقول لمدربكم شيء مهم. وش تبي من مدربنا يا هطف؟ واصلا وش دخلك بفريقنا؟ روح كلم مدربك أحسن لك. أصلا من أنت عشان تتكلم معي؟ خيسوس وبس هو اللي له حق يطردني. مين أنا؟ أنا البليهي يا منتهي اللي دايم يكون عقدتك بكل مباراة. على العموم إحنا ما نحتاج واحد زيك هنا، ولا حتى نتشرف بوجودك. جماعة استهدوا بالله، بليهي ترى خيسوس لو شافك الحين راح يكسر راسك. خلونا نحل الموضوع بهدوء. والله لو كنت مكانك كنت رجعت للنصر. إيش تبي من جدي خيسوس؟ جاي تقول له تعال علمني كيف تجيب بطولة، ولا جاي تعتذر لأنك ما قدرت تتخطى الهلال؟ أنت لسانك طويل يا ثور. المهم الهلال يحتاجني أكثر مما تتخيل، والشيء اللي جاي أقوله لخيسوس أكبر من مستوى تفكيرك. وش ذا الضجيج؟ مين اللي قاعد يزعجني؟ البليهي ايش بتسوي؟ انت لاعب كرة قدم ولا حارس امن عند الباب؟ وانت رونالدو ايش جايبك هنا؟ اذا كنت جاي تشتكي او تبكي على حال فريقك المكان غلط. أنا هنا لأني عندي اقتراح راح يغير كل شيء. أحتاج أتكلم معك في مكتبك، الموضوع مهم. يلا رجعوا لتدريبكم، واذا سمعت واحد فيكم يتكلم عن اللي صار اليوم التدريب بيكون مضاعف. تعال وراي. شو تبي يا رونالدو؟ وش هو هالشيء المهم اللي كنت حابب تقول؟ شفت المقابلة اللي سواها بنزيما؟ شفته وهو يسمي النصر والهلال فرق ضعيفة، الاتحاد أقوى، الأهلي أفضل. هل هذا طبيعي؟ ايه شفت المقابلة، لكن وش المطلوب مني؟ ابغى افهم. نلعب مباراة ودية، الهلال والنصر فريق واحد ضد الاتحاد والأهلي، نخليها حرب داخل الملعب ونوري بنزيما إنه يتكلم أكثر مما يلعب. هلال ونصر في فريق واحد، سالم ونيمار معاك بنفس الجهة. بالله أنت جاد تبي تلعب بنفس فريق البليهي؟ شفته قبل شوي ما قدر يتحمل معك حتى 3 دقائق، وأنت تبي يلعب معك 90 دقيقة كاملة. إحنا محترفين نعرف كيف نترك المشاكل برا الملعب. أنت مدرب كبير وأذكى من إنك تخاف من التحدي هذا. لا صراحة ما أبي أدخل في مشاكل، أنا في غنى عنها، وأهم شيء عندي هو راحة فريقي، وأغلب لاعبين فريقي ما يحبونك يا رونالدو. شوف يا خيسوس أرجوك وافق على هذا الطلب. الاتحاد قوي والنصر ضعيف، بس ما نقدر نفوز عليهم لحالنا. شوف آخر مباراة خسرنا معهم، لكن إذا اتحدنا مع الهلال بنسكت الكل. وأخيرا اعترفتوا أنكم ضعفاء، هذا تطور كبير. هذا مو موضوعنا الحين، السؤال هو بتوافق على المباراة ولا لا؟ طيب إذا كان هذا اللي تبي خلاص موافق، بس في النهاية إذا خسرنا أنت حتكون السبب. شكرا لك كثير يا خيسوس. المهم كل شيء تحت السيطرة، بنقفل على بنزيما والكل حيقول إن الهلال والنصر معا هما الفريق الأقوى في الدوري. المهم روح الحين وأنا بتصل بالاتحاد وأبلغهم عن التحدي، ولا تنسى بكرة جيب فريقك عشان أقول لكم مين بيكون بالتشكيلة الأساسية. يا عيال الموسم
الموسم اللي طاف انجلدنا كثير من الهلال، لكن هالموسم الوضع بيكون غير. جبنا لعيبة نار مو مثل المتخاذل حمد الله. وبرضو عندكم الحين مدرب محنك، مو مثل مدربكم اللي قبل اللي كان دايم ينجلد من الهلال. اليوم بنرد الدين على الموسم اللي فات. يلا يا شباب، اليوم ما نبغى غير ال3 نقاط، حتى التعادل ما نرضى فيه. وش قاعد تسوي يا مدرب؟ يا شباب هذه نتائجنا ضد الاتحاد الموسم اللي فات، وأعتقد ما يحتاج أشرح أكثر. ايه يا مدرب، بنجلدهم مرة ثانية هالموسم. كذا أبغاكم يا شباب. باين إنكم حبيتوا الشماغ. يلا يا لودي قدم مستوى زين وبعطيك واحد هدية. بسم الله، نبدأ الكلاسيكو. الحمد لله. احنا بعد نبغى الهدف ينلغي. جبت بلنتي، يعني الكوتش بيعطيني الشماغ هدية. إيه بعطيك الشماغ هدية يا لودي. وأنتم يا عيال إذا تبغون هدايا بعد لازم تدعمون جدكم خيسوس. يلا نوصل هذا الفيديو ل1000 لايك، واشتركوا في القناة عشان نوصل ل50,000 مشترك قبل نهاية الشهر. أنتم قدها يا شباب. تراك زودتها يا كانتي، المرة الجاية بعطيك كرت أحمر على طول. ما عليه، حتى الاتحاد المساكين لهم حق في هدف. يلا يا كريستيانو، قول لنا الخطة اللي بنلعب فيها. شكرا لك يا مدرب. المهم ركزوا يا شباب في اللي بقوله الحين. لحظة، ليش دايم رونالدو هو اللي يعطينا الخطة ويتحكم في كل شيء؟ انت وش دورك في الفريق؟ يبدو أنك بديت تشغل عقلك هنا يا تاليسكا، وأنت عارف وش يصير لأي واحد يبدأ يفكر، فانتبه يا ثور. المهم خلونا نترك هالسوالف اللي ما منها فايدة. ركزوا الحين. مثل ما تعرفون تعثرنا في مباراة الرائد، ما ينفع نتعثر مرة ثانية. الأهلي فريق متواضع وإحنا أقوى منهم بكثير، فشدوا حيلكم يا شباب. بس لحظة، وين الثور ماني اللي دايم يجيب العيد لنا؟ أهلا بيك يا رونالدو. لازم نفوز في هالمباراة. أتمنى لك مباراة حلوة يا فيرمينو. شكرا يا رونالدو، ولك بعد. هذه فرصتك يا ساديو ماني، يلا أثبت إنك مو متخاذل. أجيب جورجينا تلعب مكانك، راح تقدم مستوى أفضل منك. أنا اللي راح أسدد يا تاليسكا، حاس إني راح أسجلها. سوي اللي تبي يا رونالدو. هذا هو مستوى اللاعب اللي دايم يناديني بالمتخاذل؟ يلا يا شباب نقدر نرجع في النتيجة.
الهلال سجلوا عليهم في الدقيقة الأخيرة، حتى إحنا نقدر نسويها. في أحلامكم يا النصر، أنتم مو الهلال. وش صار؟